السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون احوالكم كلها طيبه وتكونوا ان شاء الله يا ربي على خير. المهم البنات، كيف العاده نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقبل ما نبدا نتمنى انكم تزوروني على الصفحه ديالي على الانستغرام او لاي تساؤل، فانا مخليت لكم المواقع التواصل ديالي، فمرحبا باي تساؤل او اي اقتراح. وكيف وعدتكم البنات، هذا هو الفيديو اللي خديت من التعاليق ديالكم، يعني هو اللي كان عليه تعاليق كثيره تحت الطلب ديالكم. هنا للاشاره البنات، هنا كنمسح شويه ديال الماء وشويه ديال الخل كيف كتشوفوا، كنمسح به كاع الاشياء اللي عندي، كيخلي صراحه واحد اللمعان اللي هو زوين ورائع. غير جربوه، راه كيخلي الاواني كلها زوينه، لا ما تحتاجوا انكم ديروا جافيل تكرسوا يديكم ولا شي حاجه. المهم البنات، غادي يطلع لكم دابا واحد التعليق ديال واحد الاخت اللي طلبت فيديو ديال الحداقه بلا زواق. ولينا قالت كنشوفكم ديما ديالكم قادين وريونا الحقيقه بلا زواق. فانا درت هذا الفيديو على هذا التعليق هذا. وكاينين حتى تعاليق اخرين اللي طلبوا هذا لا فيديو هذا. فكيف كتشوفوا البنات، انا من بعد ما وليداتي مشاو للمدرسه الصباح، صراحه صبحت لي اليوم الكوزينه حالتها لاني كنت عيانه البارح. وكيف كتشوفوا يعني وليداتي ملي مشاو مع الثمانية كل واحد مشى للمدرسه ديالو، فانا جيت باش نقاد كل حاجه للمكان ديالها. فخليكم معايا باش تشوفوا يعني بمنظمات اللي هما بساطين. قاديت الكوزينه بكل سهوله، يعني راه كل شيء كيف البنات، راه بحالنا بحالكم، راه حنا راه كتصبح عندنا روينه، كتصبح عندنا كل شيء خاسر، ولكن كنحاول اننا كنردوا كل حاجه للمكان ديالها. فخليكم معايا البنات باش تشوفوا التغييرات اللي غادي ندير في الكوزينه وكيفاش غنرتب كل حاجه في المكان ديالها. وهنا البنات كيف كتشوفوا، هنا كنحيد الاواني. ضروري نصيحه مني البنات، ملي تبغيو ديروا الاواني ديالكم في لا ماشين ديال الاواني، حاولوا انكم تحيدوا داك التفرتيت، يعني غير تشلوهم بالماء وعاد باش ديروهم في لا ماشين ديالكم هكا باش كتحافظوا عليها. لان هذاك التفرتيت راه شحال من وحده كتقول لك انا خسرات ليا لا ماشين في ساعه، يعني ما طولاتش عندي، لان كديروا الاواني وهي في هذاك يعني التفرتيت او الاقامه ديال اتاي ولا شي حاجه اللي كتبقى، فهذاك الشيء كله كيقفل لينا داك التيو. داك الشيء علاش ما كتبقاش تغسل لكم مزيان. فحاولوا انكم تشلوهم وعاد باش ديروهم في لا ماشين ديالكم هكا غتخليوها تطول عندكم. وكيف كتشوفوا الناس بحال هذا المنظم هذا، يعني كنقادو فيه بزاف ديال الاشياء، كنحاولوا اننا نردوا كل حاجه لبلاصتها. وهنا بغيت نشارك معكم البنات كيف كتشوفوا، هنا عندي هاد المواد ديال التغذيه اللي كنديرهم هنا في هذا المجر. انا بغيت نستغل هذاك المجر، فكنت خارجه وبانوا لي هاد المنظمات هادو اللي صراحه عجبوني وزوينين، وتا الكاليتي ديالهم غزاله البنات، والثمن ديالو تا هو راه ما غاليش، دايرين 25 درهم. فانا خديتهم وغادي ننظف فيهم غنظم فيهم هاد الاشياء هاد المواد ديال التغذيه هكا باش غنستغل هادوك المجوره اللي عندي. فخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نستف هاد الشيء، وغادي تشوفوا المنظمات الاخرين اشنو غادي ندير فيهم. لانهم صراحه زوينين البنات، فنين زعما الا لقيتوهم غير خذوهم. كيجيو حتى في المنظر ديالهم حتى هو زوين، كيعطيو جماليه في المطبخ، وما كيستغلوش داكشي المساحه اللي هي كثيره، يعني المساحه اللي قليله، وهكا كتكوني عارفه كل حاجه والمكان ديالها. وهذه البنات غادي نخصصها غير المناديل اليوميه اللي كنستعمل. غادي نحطها غير فوق الثلاجه لانها كتكون خفيفه ما تقيلاش. نحاولوا اننا نحطوا بحال هاد المنظمات فوق الثلاجه، راه كيجيو زوينين، ولكن ما تحطوش شي حاجه اللي كتكون ثقيله فيهم، يعني غير اشياء اللي كتكون بحال هكا خفيفه ما تثقلوش على الثلاجه بزاف من الفوق. وهنايا غادي ناخذ هذا المنظم هذا غندير فيه هاد الحويجات. بعض المرات كيف كتعرفوا راه البنات ملي كنخرجوا كتبان لك شي حاجه كتشريها، وسيرتو دابا ولاو هاد الحوانات او المعارض ديال 5 دراهم كيجيبوا حويجات زوينين. كيف كتشوفوا هادو خديتهم غير ب5 دراهم، عجبوني. فانا كنجيبهم كنديرهم غير في واحد المجر، يعني وداكشي اللي بحال هكايا ديال الحلويات ولا اي حاجه خديتها. عندي هادو ديال الالومنيوم تا هما شايطين ليا، كان ما كنلقاش يعني دايرهم غير في واحد المجر، ومستغلي ليا المجر عندي كبير.
فهي قلت غادي ناخذ هذا المنظم وغندير فيه هاد الاشياء كلها اللي شفتو. بحال هكا لان ما غاديش نستعملهم انا يوميا، فعلاش لا داعي انهم غيبقاو قابطين لك مجر على قدو، هذاك المجر غنستغلو في حويجات اخرين. فخليكم معايا البنات باش تشوفوا النتيجه ديال المنظمات وفين حطيتهم. فبقاو معايا تشوفوا يعني كيفاش كنرتب الكوزينه ديالي، وكيفاش بالمنظمات كنخلي الكوزينه عندي كلها كل حاجه في بلاصتها. وهنا البنات بغيت نقول لكم انكم حاولوا ديروا واحد المكان اللي تديروا فيه الالات ديال المطبخ، ما تخليهمش بحال هكا فوق البوطاجي كيبان لكم كتبان الكوزينه انها مشارجيه بزاف. حاولوا انكم ولاو ديروا غير واحد المكان اللي هو صغير ديروا فيه هاد الالات هادو. وكيف كتشوفوا البنات هنا كاين هاد المنظمات هادو اللي فيك شاركتهم معكم في ديال الثلاجه فاش نظمتها. اللي ما شافش لا فيديو راه كاين في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيف شفتوا راه غير ب5 دراهم، ولكن راه ارتحيت من ناحيه الثلاجه، بقات لي دائما مرتبه لحد الان. وهذا المكان البنات هنايا مخصصه غير القهوه. فبقاو معايا البنات باش تشوفوا اشنو غندير تحت من هذا البلاكار هذا ديال القهوه. كيف كتشوفوا عندي هاد الشبكه هذه اللي درت فيها فرشت لها واحد الورق ديال الطبخ. عندي هاد لي ساشي ديال الاعشاب كنستعملهم بحال هكا يوميا في الليل لانهم زوينين. فانا قلت غنديرهم هنايا. وعندي هاد الربيعات هادو اللي هما الصراحه ثقالين البنات، انا دايرهم في المجوره يعني اولا في البلاكار عفوا. فكيجيو ثقالين انني نهزهم، كنخاف وليداتي يهرسوهم. فقلت انا كل مره نبقى نجبد غادي ندير واحد الركن ديال الشاي ولا هكا اللي يبقى قريب ليا ويبقى قريب حتى لوليداتي. فخليكم معايا باش تشوفوا بواحد المنظم اللي هو رخيص بزاف البنات. حاولت انني ندير منه واحد الركن اللي هو رائع. فبقاو معايا حتى تشوفوا النتيجه ديالو. وهذا هو البنات، هذا هو المنظم اللي خديت. صراحه راه كاين في الاسواق بزاف، والثمن ديالو اللي هو رخيص، ولكن راه على حساب الكاليتي. كاين اللي ديال 18 درهم 20 درهم. هذا الصراحه البنات قالت لي مولاتو 45 درهم، ولكن خلاتو لي ب 40 درهم لاني كنتقدم من عندها بزاف. فخديته حيت هو قاصح ماشي بحال هذوك ديال 18 درهم، وحتى الطول ديالو ولا العرض ديالو كيكون يعني زايد على الاخرين اللي دايرين 20 درهم. فحاولت انا البنات كيف كتشوفوا هنايا درت حطيت فيه ديال الزبيب لي بسكوي الشوكولا، خليت هذاك لي سكر يعني الصغير درتو في هذيك القريعات هذوك الصغارين. هنا حطيت السكر اتاي القهوه اللي خليتهم حدايا، وحطيت هاد لي طاس كيف كتشوفوا. وهذه درت فيها لي كيك يعني غنبقى كل مره ندير فيها شي حاجه. فهكا البنات بلا ما نخلي انني كل مره نبقى نجبد من البلاكارات، وخليت حتى لوليداتي، لان بعض المرات كيفيقوا وليداتي كيبغيو كل واحد وشنو كيبغي يدير ولا شي حاجه هكا بلا ما يبقاو يديروا الكرسي ويجبدوا ولا شي حاجه. فخليكم معايا البنات تشوفوا النتيجه.
كيف كيبان لكم يعني باشياء بسيطه ورخيصه بالثمن، يعني درت واحد التغيير اللي هو كبير في الكوزينه ديالي وصراحه عجبني الحال. فحال هكا البنات بقاو تغيروا في الكوزينه ديالكم يعني باشياء اللي هما بساطين، يعني تبدلوا واخا غير الديكورات باش ما كتطلعش لكم هكا الكوزينه في راسكم يعني كل نهار كتشوفوها بنفس الشكل. وكيف شفتوا راه يعني الكوزينه كيف كانت وكيفاش ولات. هنا البنات ملي كنسالي كاع كندير واحد الشميعه بحال هكايا باش كنعطر الكوزينه، كتعطي واحد الرائحه زوينه في الكوزينه، كتحيد ديك الرائحه ديال الزفوره او حتى داك جافيل اللي كيكون كتير في الكوزينه كتحيدو. وهذه هي النتيجه البنات. يعني الميساج ديالي من هذا لا فيديو انني لبيت الرغبه ديال بعض الاخوات، وبغيت نوصل لهم ان راه كيف شفتوا يعني في بدايه لا فيديو الكوزينه كيفاش كانت وكيفاش ولات. يعني غير تنفضي عليك واحد شويه ديال العكز وكتنوضي راه كترجعي الكوزينه يعني احسن من اجمل الكوزينات اللي عندك. فهذا هو الميساج ديالي البنات. نتمنى انه يعجبكم وزعما ديروا حتى نتوما بحالي. وبغيت نقول لكم راه زعما حنا كلنا كيف غير ما كنبغيوش نسجلوا لكم، كنطولوا بزاف في التسجيل، يعني كنسجلوا غير واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه كاع. كنبغيو نعطيكم اشياء اللي هي ايجابيه، ما كنعطيكمش اشياء اللي سلبيه، غير باش كنحفزوكم انكم نتوما ديروا شي حويجات زوينين في داركم. وهنا ضروري كيف كتشوفوا راني دابا هاد الوقيته البنات، يعني كيف قلت لكم راني فايقه بكري وليداتي مشاو مع 8 للمدرسه. هادشي علاش انا بقى لي الوقت دابا راه 10:30، فضروري ما ناخذ ليا واحد استراحه، واحد نصف ساعه اللي نمشي نجلس فيه نشرب فيه. درت هنايا كيف كتشوفوا درت الشاي الاحمر، فغنمشي نريح البنات، ناخذ واحد بحال كيف قلت واحد القيلوله مع نفسي. منها كندخل ماشي قيلوله ديال النعاس البنات، غناخذ قيلوله مع نفسي غير باش نرتاح شويه، يعني لان من ورايا انني ندير الغدا لوليداتي والزوج ديالي ملي غيجي بغا يتغدى. وراكم عارفين البنات يعني من وراء الغداء عاوتاني راه تاني عاود تروى الكوزينه، يعني غادي عاوتاني ترجع كما كانت، يعني راه ما غتبقاش بحال هكا. ولكن هذه سنه الحياه، يعني راه ضروري غتبقاي كل نهار تقادي تحيدي هذه، يعني كل حاجه درتيها خسرات راه كترجع للمكان ديالها. ولكن البنات قبل ما انني نمشي ندير الغدا فضروري ما ناخذ ليا واحد الاستراحه، يعني نصف ساعه كنجي نريح فيها هنا البنات، هنا في البالكون ندير هذا المكان هذا اللي كنجي نحيد فيه الستريس ديال الدراري ولا بحال هكا ملي كنبغي نجلس انني ندخل لاشين ديالي كنشوف لي كومونتير ديالكم. فهنايا كيجيني واحد الراحه نفسيه زوينه بزاف البنات، وسيرتو مع هاد الوباء اللي كاين، يعني ما كتقدريش انك تمشي تخرجي لشي بلاصه ولا تريحي. فانا خصصت هذا المكان في البالكون عندي اللي كيعجبني انني ندير فيه النباتات ونجلس حداه. كنحس بواحد الراحه زوينه بزاف البنات. يعني حاولوا انكم ديروا ولو واحد المكان عندكم في المنزل ديروا فيه النباتات، كيخلي واحد راحه نفسيه بزاف البنات، زوينه بزاف، غير جربوها. وهكا البنات كنكون لبيت الرغبه ديال بعض الاخوات. نتمنى ان يكونوا كيتفرجوا في لا فيديو، وكنقول للجميع يعني اللي متبعني مرحبا بكم في القناه ديالي، ويعني حتى الاخوات اللي يلاه دخلوا جداد كنقول لكم مرحبا بكم. وكنتمنى الى عجبكم لا فيديو تخليوا لي جيم لا فيديو، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في قناتي، وما تنساوش انكم تفعلوا الاشعارات باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنتمنى انكم تزوروني على صفحتي على الانستغرام، كان لان فيها حويجات اللي هما كنحطهم زوينين. نتمنى انه يعجبكم، وما بقى لي الا نقول لكم خليتكم في امان الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.